لو عايزين تروحوا راس البر وعايزين تعرفوا أرخص فنادق هناك وحاجة فوق الاقتصادي بشوية، كملوا معايا الفيديو للآخر. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة هاخدكم جولة سريعة في راس البر، وكمان هعرفكم على فنادق رخيصة وفنادق اقتصادية، فكملوا معايا الفيديو للآخر. بس قبل ما ابدا، وزي ما متعودين مني دايما واللي لسه اول مره يشوفني، انا شروق بقدم محتوى عن السياحه والسفر جوه مصر وبره مصر، والفنادق واهم مميزاتها وعيوبها واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ولو عايزين تسالوا اي سؤال بخصوص الخروجات او الفسح او الفنادق او اي حاجه، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. ويلا بينا نبدا. خدتكم جولة قبل كده في راس البر واتبسطت قوي من تعليقات الناس اللي جت. في ناس افتكرت ذكريات جميلة ليها في راس البر، وناس ما جاتش من سنين طويلة واتفاجئت ان راس البر اتغير فيها حاجات كتير، وطلبوا مني اعمل جولة تانية. في الفيديو ده هنعمل جولة سريعة في راس البر، كمان هعرفكم على فنادق كتير فيها، ولسه كمان انتظروا فيديوهات تانية لراس البر. خلونا نبدأ بأول فندقين من أرخص فنادق راس البر. كمان سعرهم رخيص معقول، وبالخدمة بتاعتهم بتكون كويسة، الغرف معقولة. يعني اللي عايز يروح راس البر يوم مثلا أو يومين ومش عايز يصرف كتير، أو رايح يوم كده صد رد وعايز بس مكان ينام فيه ويكون نظيف، فالفنادق دي مناسبة جدا جدا. أسعارهم الاتنين بتبدأ من 500 واحنا طالعين. طبعا الغرف اللي بمروحة بتختلف عن الغرف المكيفة. أول فندق وهو فندق الشرق الحديث، ده فندق في شارع 49 على الرصيف على طول. الفندق ده فندق متواضع شوية اقتصادي، فيه غرف بمروحة وغرف مكيفة. طبعا السعر اللي بمروحة بيفرق عن الغرف المكيفة، بس الفرق مش كبير قوي. السراير نظيفة، في تويلت نظيف، تقدروا ان انتوا تقعدوا فيه. تمام. ده كان اول فندق معانا اللي هو فندق الشرق الحديث. في فندق تاني وهو فندق حورس، اعلى منه شوية صغيرين، برضو سعره حلو جدا. الغرف بتاعته هو حوالي 4 أدوار. في غرف على الشارع على طول، الدور أرضي، وغرف في الدور التاني والتالت والرابع. طبعا بتفرق بقى السعر حسب المساحة، غرفة بسرير واحد أو غرفة بسريرين أو غرفة مكيفة غرفة بمروحة، بتفرق طبعا. أنا طبعا صورت لكم فندق حورس، هفرجكم عليه. هو على الشارع الرئيسي على طول، زي ما قلت لكم شارع 49، قبل فندق طيبة على طول. الفندق لطيف جدا، معقول سعره، في متناول الجميع لو حد عايز بسعر اقتصادي. دي الغرفة أول ما بندخل كده، في سريرين، مراية، دولاب، شاشة زي ما انتوا شايفين، كومود كمان، في كمان تكييف، وفي ميني بار على فكرة تسقيعه حلو جدا. وده اتفاجئت ان بالسعر ده وموفرين كل حاجة ممكن تحتاجوها. كمان النظافة لما بينظفوا الغرفة، النظافة حلوة جدا. وبيحطوا فرش نظيف، يعني مغسول أول استخدام. كمان التويلت نظيف جدا، في بانيو، وفي طبعا حوض وكل حاجة يعني. كمان التكييف في الغرفة تبريده حلو جدا. في شباك تقدروا ان انتوا تتفرجوا منه على الشارع. كمان بيحطوا قدام كل غرفة كرسيين وترابيزة لو انتوا حابين تطلعوا بقى تقعدوا بالليل. زي ما انتوا شايفين كده، ده منظر الشارع الرئيسي. انتوا بتمشوا على فكرة خطوتين للسوق الرئيسي اللي هو السوق الكبير اللي عند الجامع. المسافة مش كبيرة خالص. ده بالليل صورته لكم برضو بالليل. القعدة على فكرة بتكون حلوة جدا لو انتم مش حابين تخرجوا، فالقعدة بتكون لذيذة جدا. عايزة اقول لكم حاجة، ان الغرف طبعا مش بيكون متوفر فيها فوط ولا بشاكير ولا صابون، يعني الحاجات دي يفضل ان انتوا طبعا تاخدوها معاكم. ده كده انا بصور لكم الفندق من كل مكان. قصاده في الناحية التانية الشرق الحديث اللي انا اتكلمت عنه في الاول.
ده كده الشارع الرئيسي. وطبعا المواصلات متوفرة جدا، في تفاطف، في عربيات اللي هي ميكروباص، في تاكسيات لو حابين تركبوا تاكسي، في كل حاجة متوفرة. عايزة اقول لكم كمان ان المسافة بينه وبين البحر مش كبيرة، تقدروا ان انتوا كمان تمشوها، بس طبعا لو انتوا رايحين في الشمس فهيكون المشي صعب شوية، فممكن ان انتوا تاخدوا بقى اي مواصلة تدخلكوا جوه عند البحر. لو انتوا طالعين على البحر بالليل او بعد ما الشمس تروح فبيكون المشي عادي سهل، المسافة مش كبيرة. حبيت أفرّجكم على الشواطئ العامة في راس البر. عايزة أقول لكم إن الشواطئ العامة في راس البر بيكون ليها كده أجواء حلوة جدًا، البياعين ماشيين كده، كل حاجة بتعدّي من قدّامكم بقى، أكل، شُرب، هدوم، طُرح، كل حاجة بتعدّي. أنتم عايزين تشتروا أي حاجة، أي حاجة هتعدّي من قدّامكم، جمبري، أم الخلول، كمان بيعدّي بطاطا وذرة وعوامات بقى لو معاكم أطفال، في كمان عربيات توَّج بتعدّي، عربيات شباشب للبحر، في كل حاجة بتعدّي، شايف هدوم بقى رجالي وحريمي. بجد الأجواء بتبقى حلوة جدًا وأنتم قاعدين بقى بتتفرّجوا على اللي رايح واللي جاي وتشتروا اللي أنتم عايزينه، بتبقى حلوة أوي. هاسيبكم تتفرّجوا شوية وتسترجعوا الذكريات بقى وجمال الشواطئ اللي في راس البر. عايزة أقول لكم كمان بقى بيعدّي عربيات كده بيكون عليها نسناس وزي على شكل حنطور لو حابين تاخدوا صور تذكارية. كل حاجة، كمان بيعدّي شاي وقهوة من قدّامكم لو حابين تشربوا شاي، أنتم بتبقوا قاعدين مش محتاجين أي حاجة. كمان أنتم أول ما بتروحوا بييجي عليكم حد على حسب الكافتيريا أو المكان اللي هتقعدوا فيه، بيكون طبعًا في تأجير شماسي وكراسي. الشمسية بال4 كراسي تقريبًا كانت ب200 جنيه، فالأسعار كويسة على الشواطئ العامة. طبعًا الشواطئ الخاصة بتكون أغلى. هانزّل لكم كمان فيديو عن الشواطئ الخاصة في راس البر، وكمان هانزّل لكم عن فنادق تانية كتير في راس البر. كده أخدتكم جولة سريعة كده على شاطئ من الشواطئ العامة في راس البر. ده كان شاطئ تقريبًا 51. كمان عايزة بقى أقول لكم لو حابين تروحوا فنادق أعلى شوية من الفنادق اللي أنا اتكلمت عنها، ييجي بعد الفنادق دي فندق جرين هاوس بعد فندق حورس على طول. الفندق ده برضو من الفنادق الحلوة جدا في راس البر، طبعا أغلى شوية بس بيقدم طبعا خدمة أعلى من حورس. كمان في كافيتيريا خاصة بيه تقدروا تقعدوا فيها تسهروا فيها بالليل. الغرف بتاعته طبعًا أحسن من غرف حورس كمان. ييجي بعده كمان فندق الإمام السياحي برضه في شارع 33. الفندق ده برضه من الفنادق ال3 نجوم الكويسة جدًا في راس البر، يبقى فندق جرين هاوس وفندق الإمام السياحي، فنادق 3 نجوم. كمان بيكون بقى فيها غرف single وغرف double وغرف triple، فيها سويتات، فيها كل حاجة تقدروا تختاروا الحاجة المناسبة ليكم. كمان هانزّل لكم الفيديو الجاي عن الفنادق ال4 نجوم في راس البر. وانتظروا فيديوهات تانية كتير هانزّلها لكم. خلّيني بقى آخدكم جولة كده في شوارع راس البر، علشان لقيت إن الناس حَبّت الموضوع ده أوي، وحابة تعيد الذكريات وتتفرّج على راس البر. في ناس سافرت وفي ناس ما بقتش عارفة تروح راس البر لإن هي مسافرة برّه مثلًا، فهاسيبكم تتفرّجوا شوية وهارجع لكم تاني نكمّل كلام عن راس البر. تعالوا بقى أفرجكم كمان على منطقة اللسان والمطاعم اللي بقت فيها وشكلها. برضو المنطقة دي اتجددت وبقت حلوة جدا، وفيها مطاعم كتير وكافيهات كتير، أماكن حلوة قوي للقعدات، فيها أماكن عامة تقدروا تقعدوا من غير فلوس، وأماكن بقى كافيهات ومطاعم تقدروا إن انتوا تقعدوا فيها.
عايزة بقى اقول لكم كمان لو حابين تسألوا اي سؤال عن اي فندق من الفنادق اللي انا قلتها او اي فندق تاني، سيبولي تعليقاتكم وانا هرد عليكم. لو في اي حاجة ما وضحتهاش اسألوا وانا هرد عليكم. عايزة كمان ألفت نظركم إن أنا بتكلم عن كل مكان في مصر، ونزلت فنادق كتير اقتصادية في شرم الشيخ والغردقة. الناس اللي بتدور على الفنادق اقتصادية نظرا طبعا لغلاء الأسعار وارتفاع أسعار الفنادق جدا، فنزلت فنادق كتير اقتصادية تقدروا كمان تشوفوها وتختاروا المناسب ليكم. لو حابين كمان تسألوا عن أي فندق في شرم الشيخ أو الغردقة أو دهب أو اسكندرية أو العين السخنة أو مطروح، أي مكان في مصر حابين تسأل عنه اسألوا وأنا هجاوبكم وارد عليكم. عايزة كمان اقول لكم الناس اللي دايما بتسألني عن الحجز، انا لسه ما بدأتش حجز، بس ان شاء الله هوفر الاوبشن ده قريب جدا، فتابعوني هعلن عنه على القناة اول ما اوفره. كمان بتكلم عن اماكن الخروج والفسح، لو مهتمين كمان بيها هتلاقوا فيديوهات كتير على القناة بتتكلم عن اماكن الخروج والفسح في القاهرة وفي اسكندرية. ولو حابين تسألوا برضو عن اي مكان سيبولي تعليقاتكم. وفي الاخر عايزة اقول لكم ان احنا عندنا في قناة فكرة وسفرية بتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية او خارجية، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس. وباي باي.